توتة المعجزات دي نوع من انواع الفاكهه بتقدر تغير طعم اي حاجه انت ممكن تاكلها. يعني لو اكلت جبنه هيبقى طعمها تشيز كيك، ولو اكلت ليمونه مش هتحس بحموضتها، ولو اكلت مثلا مخلل هتحسه مسكر. وانا قررت اجرب البرشام اللي معمول من الفاكهه دي وانقل لكم تجربتي الشخصيه، وبعد ما نجربه هقول لكم ازاي ده بيحصل وايه فايدته. دلوقتي احنا هنفتح البرشام. هو جاي معاه ورقه، تمام، وده البرشام نفسه. الورقة مكتوب فيها الأكلات اللي أنت ممكن تجربها مع البرشام ده، يعني زي كده. وجاي معاها الحاجات اللي أنت دقتها مثلا عشان تعمل علامة صح اللي أنت دقتها. فاحنا طبعا ملناش دعوة بالورقة دي، احنا معانا شوية حاجات هنجربها. طبعا البرشام فيه 10 وحدات، هناخد واحدة نحطها على لساننا لحد ما تدوب يعني خالص. هي ملهاش طعم طبعا، انا كل ده مستنيها تدوب. هي ملهاش طعم، هنستناها تدوب خالص عشان نقدر نجرب الحاجات اللي احنا مجهزينها. الحباية لسه بتدوب فهتدوب خالص، هسيبها تدوب على مهلها خالص، وبعد كده هندوق بقى الحاجات دي وهقول لكم كل حاجة طعمها اتغير لايه. بصوا، هو انا في الاول حسيت ان ملهاش طعم، بس دقت دلوقتي يعني هي طعمها عامل زي الكركديه بالظبط. انا رجعت لكم كده بعد ما خلاص دابت كلها. احنا طبعا عندنا حاجات كتيرة هنجربها: الليمون والاناناس والجبنة وكيوي وزيتون مخلل وفلفل حامي وموز وفراولة. طبعا احنا هندوق كل حاجة وهقول لكم طعمها بالظبط عامل زي ايه. هندوق اول حاجة الليمون. هو مش يعني هو مسكر. ايه الهبل ده، مسكر قوي. هو انا باكلها عادي يعني، هي ما فيهاش حموضه جامده. تمام، احنا هنفصل، جايب ازازه ميه نفصل الطعم. طيب هندوق تاني حاجه الاناناس. هو طبعا متقطع. هو الاناناس طعمه حلو احلى. الاناناس طعمه مسكر، يعني انا مش عارف اوصف لكم الطعم قوي، بس هو مسكر شويه عن العادي. نفصل. هو المفروض الكيوي هتبقى مسكرة زيهم، يعني مش هحس بالحموضة بتاعتها يعني. المفروض هندوق دلوقتي ونشوف. هي حرفيا مفيش حموضة خالص، مفيش حموضة خالص فيها. يعني انا بدوقها هي مسكرة. هو في العادي بيبقى الكيوي فيه لذعة، هو حرفيا مفيش اي حاجة، انا باكل حاجة مسكرة. طيب دلوقتي بقى احنا هندوق الفلفل الحراق. هو مش حراق خالص، انا مش حاسس باي حرقان في لساني خالص. مش حراق اطلاقا يعني، هو حرفيا كاني باكل فلفل عادي. وانا وببلع حسيت بالحرقان جوه، بس على لساني انا مش حاسس باي حاجه خالص. دلوقتي بقى هندوق الفراوله. هي الفراوله مسكره قوي. بصوا يا جماعه، هو كل حاجه يعني مسكره قوي ومش حاسس باي حموضه خالص. الفلفل ما حسيتش بحرقان خالص، يعني الفلفل الحاجه الوحيده اللي انا مندهش بيها لحد دلوقتي ان انا مش حاسس بحرقان خالص. لما كلت تقريبا حته كبيره. انا ما بحبش الشطه اصلا، فان انا اكلها وما احسش بحرقان دي حاجه بالنسبه لي مدهشه يعني. الباقي كله مسكر. الليمون مش حاسس بالحمض بتاعه، مش حاسس بالحرقان بتاعه. طيب دلوقتي هندوق الزيتون المخلل. بص، هو يعني انا حاسس بالحموضه بتاعته سنه، بس هو مش حمض قوي يعني، اللي هو مش حادق قصدي يعني. مش بيخليه يعني، ممكن اكله عادي. ودلوقتي بقى هندوق الموز. الموز مسكر يعني زي بقية الحاجات، مسكر عن العادي. دلوقتي هندوق بقى الجبنة. المفروض ان هما بيقولوا ان طعمها بيقلب تشيز كيك يعني، فطبعا هندوق. هي جبنة كريمي. امم تشيز كيك. إيه الهبل ده، هي تشيز كيك فعلا. دلوقتي احنا دقنا كل حاجة.
تمام. انا حاولت على قد ما اقدر انقل لكم التجربه بتاعتي، يعني مش عارف هكون يعني عرفت اوصل التجربه كويس ولا لا. طبعا الفيديو ده مش طبي على قد ما هو ترفيهي او حاجه انا جربتها وعجبتني في مجال الادويه. دلوقتي احنا هنتكلم عن ميكانيزمات البرشام ده، او هنتكلم ازاي الفاكهه دي بتشتغل. طيب دلوقتي لما البرشامه بتدوب على اللسان بيخرج منها جلايكوبروتين اسمه ميراكولين، والميراكولين ده بيغطي مستقبلات التذوق اللي في اللسان. وفي فرضيه بتقول ان الميراكولين ده ان هو بيغطي مستقبلات الاحماض وبيمنعها عن العمل، فبالتالي المستقبلات اللي بتبقى شغاله هي المستقبلات الحاجات المسكره. وفي فرضيه تانية بتقول ان الميراكولين ده بيمسك في مستقبلات الحاجات المسكره جامد، وبتغير شكلها لما بتتعرض لحاجه حمضيه، وبتخلي مستقبلات الحاجات المسكره تشتغل بحساسيه اكبر، فبالتالي اي حاجه بتاكلها بيبقى طعمها مسكر. ومفعول البرشامه دي او الفاكهه بيستمر من مده تتراوح ما بين الربع ساعه لساعتين، بتختلف من شخص للتاني. الاستخدام بتاع البرشام ده او الفاكهه دي هي ان لو طفل بياخد دواء طعمه وحش مثلا، بياخد البرشامه دي بتخلي له طعمه حلو، او لو مفيش البرشامه دي عنده الفاكهه وكلها قبل الدواء بتخلي طعم الدواء حلو. طبعا البرشام ده مش بيتباع في مصر، انا جايبه من امريكا، بس انا حبيت اعرض لكم حاجه جديده، ولو حد عايز يجيب التوت نفسه اسمه العلمي هكتبه لكم هنا. لو عايزين ندوق حاجه تانية مع البرشام ده اكتبوا لي في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ده هعمل لكم فيديو تاني عن الفاكهه دي بالحاجات اللي انتوا هتطلبوها مني ان انا ادوقها. انا بقدم معلومات طبيه لو حابب تتابعني.